يوم الحساب لحسين لبيب امتى؟ انا بسأل سؤال يا جماعة، هو ليه دايما إدارة نادي الزمالك لما بتيجي بتحط النادي في مديونيات وخساير رهيبة بالمليارات ولا حد يتحاسب له؟ كابتن حسين لبيب اهدر اسم نادي الزمالك قبل فلوسه وملايينه. الكرة الفلوس كانت موجودة لكن اهدار. ضحيت بزيزو ببلاش، كان جايب لك اقل شيء 8 مليون دولار ضيعتهم. مع احترامي الشديد، مش لك ده جبته ليه؟ عمر فرج جبته ليه؟ المهم حسابات كتير قوي وخساره كتير قوي ولعيبه. الصفقات اللي انت جبتها مع احترامي الشديد، مع احترامي عدي الدباغ، مع احترامي الشديد جبت ادم كايد ملوش لازمه، شيكوبانزا ملوش 30 لازمه، صفقات كبيره قوي وسلمت نفسك مع احترامي الشديد لجون ادوارد اللي انا بقول بيحاول، لكن انت فين؟ انت فين؟ فامتى يوم الحساب لك حسين لبيب؟ لان انا شايف نادي الزمالك بنهار او نهار خلاص على ايد حسين لبيب. فامتى هيتحاسب؟ هل هنشوف حسين لبيب بيتحاسب على الاهدار اللي عمله نادي الزمالك، ولا هيحافظ على شويه اللي باقيين له ويقدم استقالته؟